وبتزود ميزانيتك وتتفاجئ ان تكلفه الليد عليت، ده مش لان المنصه ضد، ده لانك كسرت توازن النظام. الفلوس بتكشف عيوب الحمله مش بتصلحها. لما تزود الميزانيه بسرعه المنصه بتضطر توسع الجمهور اللي انت مستهدفه عشان تستهلك الانفاق الجديد، فبتبدا تدخل ناس ابعد شويه عن الجمهور المثالي بتاعك، وده بيخلي تكلفه الاستحواذ تعلى بشكل طبيعي. الحل مش ان انت توقف الحمله، الحل في خطوتين اساسيتين. اول حاجه بالنسبه لزياده الميزانيه، فانت ترفعها بشكل تدريجي 20-30% كل يومين 3، وتسيب المنصه تتعلم مع كل رفعه بنسبة بسيطة اليومين ال3 دول، فتبتدي تجيب نتائج جديدة وهكذا. انت دورك ايه في الفترة دي؟ دورك ان انت تتابع وتطمن لجودة النتائج اللي جاية مقابل التكلفة. في نقطة كده هتبقى سويت سبوت، يعني ايه؟ يعني هتيجي تلاقي ان في عتبة معينة لما بعديها بتبتدي النتائج تضرب، جودة الليد تقل قوي، التكلفة بتعلى، فتقوم راجع للنقطة دي خلاص وتحددها وتفهم ان ده سقفك في الجزئية دي. دي نقطة رقم 1. نقطة رقم 2، قبل ما تزود الحملة اسأل نفسك، هل الاعلانات اللي شغالة دلوقتي للحملة، التركيبة بتاعت الحملة دي على بعضها كده بتجيب ليدز كويسة؟ طيب هل الفريكونسي بتاعتها عليت قوي ولا لسه معقوله، عشان ما يحصلكش كرييتيف فاتيج من تكرار ظهور نفس الاعلان؟ هل الفانل اصلا جاهزه تستقبل الزياده دي ولا لا؟ هل انت محتاج تحسن حاجه في اللاندنج بيجز بتاعتك او الفولو اب سيستم على الليدز اللي موجوده ولا لا؟ فالميزانيه لازم تدخل على نظام جاهز مظبوط يستقبل الكلام ده، لان انت لو مش مظبطه اللي هيحصل ايه؟ ان الدنيا هتضرب منك وانت بتبقى بتصرف فلوس اكتر عشان تحرق النتائج بتاعتك. فما ينفعش تكون بتعمل الكلام ده كله وانت لسه مش مالي ايدك من التفاصيل دي او لسه بتختبر. فالفلوس لوحدها مش بتعمل سكيلينج. السكيلينج فلوس مع سيستم مظبوط وفانل مظبوطه بعناصر حمله مظبوطه تساعدك تعرف ترفع الميزانيه بنتائج مقبوله او بتكلفه مقبوله. اللي بيعمل الكلام ده كله بيشتغل صح. اما اللي بيفكر ان انا عايز ارفع الميزانيه وخلاص على مجرد ان اعلان حلو شغال، فغالبا بتضرب منه.